السلام عليكم متابعينا الأوفياء، ومرحبا بكم من جديد في حلقة خاصة على قناة أنوار ستاد، القناة اللي كتقربكم دائما من كواليس المشاريع الرياضية الكبرى ومن أسرار الملاعب اللي ولات مفخرة للمغرب. اليوم غادي نغوصوا معكم في واحد التقرير مفصل باش نكتشفوا آخر المتجددات والأشغال الجارية في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط، واحد الجوهرة الرياضية اللي كتشكل بحلة عالمية استعدادا للاستحقاقات الكبرى اللي جاية. فخليكم معنا حتى الآخر لأن التفاصيل اليوم واعرة بزاف. أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون الكرام مشاهدي قناة موروكو ستاد الأعزاء. اليوم غادي نغوصوا معكم بعمق في واحد التقرير مفصل باش نرصدوا لكم آخر التطورات والأشغال اللي كتدور في ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، هاد الجوهرة الرياضية اللي كتتساقل باش تكون في مستوى عالمي استعدادا للاستحقاقات الكبرى القادمة. إلا كنتم من عشاق التفاصيل الهندسية وأخبار الملاعب اللي كتسجل الأرقام القياسية، ما تنساوش تدعمونا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري. اللي كيوقع اليوم في ملعب مولاي الحسن ماشي غير صيانة، بل عملية إعادة بناء شاملة. ورغم التحديات، المشروع الحالي حقق رقم قياسي في مدة الإنجاز، بحيث ما تجاوزات مدة البناء 8 أشهر فقط، وهذه مدة ما كتوقعش بزاف في هذا النوع من المشاريع في المنطقة. الملعب دابا في مرحلة ما قبل التسليم أو تشغيل تجريبي، حيث كملوا الأشغال الكبرى والتركيز دابا على التشطيبات الدقيقة وتجارب الأنظمة التقنية. الملعب عرف تغييرات جذرية في البنية الهيكلية ديالو، وأبرز التطورات كتبان في تركيب هيكل السقف المعدني اللي هو شبكة معقدة ومتداخلة من الفولاذ كيغطي المدرجات كاملة بلا أعمدة كتحجب الرؤية. هذا الهيكل كيتكون من نظامين متطورين: تراست ستراكشر ديال الأذرع الحديدية الممتدة، وسبيس فريم ستراكشر ديال المواسير الدائرية الخفيفة، ودابا كاينين في مرحلة تثبيت الألماح البيضاء ديال التغطية المائية. أما الواجهة الخارجية فتحولات بشكل كامل باش تولي عندها طابع عصري راقي بتصميم كيعتمد على نقوش الماس أو أشكال معين باللون الأبيض والرمادي، مع استعمال مواد متطورة بحال الألمنيوم المركب أو الألياف الزجاجية باش يضمنوا المتانة والخفة في نفس الوقت. والجميل أن التصميم فيه انسجام تام بين السقف والواجهة، وهذا الشيء عطى واحد الكتلة معمارية موحدة ومتناسقة فيها لمسة ديال الفخامة والتميز. ما نساوش المرافق الداخلية اللي حتى هي دازت من تحديث شامل: مستودعات الملابس، قاعات الندوات، والمناطق الخاصة بالإعلاميين باش تولي كلها مطابقة للمعايير الدولية. ودابا كاين تشطيب المدخل الرئيسي في الجهة الغربية المخصصة للملكية ورجال الأعمال، واللي كاين فين كيتستعمل رخام فاخر نفس النوع اللي كاين في ملعب بارك دي برينس فرنسا. وصالة الفي اي بي كتميز بتصميم أنيق كيجمع بين الخشب الفاخر والأرضيات المضيئة، وكتعطي إطلالة بانورامية مباشرة على أرضية الملعب. من الجانب التقني، الملعب تزود بتكنولوجيا 5G بحال شقيقو ملعب الأمير مولاي عبد الله، وزادوا فيه 2 لوحات إلكترونية عملاقة ديال النتائج وتم تجريبهم بنجاح. باش يتفاداو مشكلة النقط العمياء بسبب انخفاض السقف، داروا شاشات تلفاز صغيرة خلف اللوحات الكبار باش الجمهور اللي في الأطراف يشوف النتيجة بوضوح. وزادوا كشافات إضاءة حديثة من نوع ليد موزعة بشكل متساوي باش تضمن جودة البث التلفزيوني العالي. أرضية الملعب دابا حالتها ممتازة بزاف، خضراء كثيفة، وتم اعتماد تقنية جراس ماكس اللي كتدمج العشب الطبيعي مع الألياف الصناعية، نفس التقنية اللي كتستعمل في ملاعب عالمية بحال سانتياغو برنابيو ولوسيل. أما المدرجات فتم تغيير جميع المقاعد القديمة بمقاعد جديدة وعصرية باللونين الأحمر والأخضر باش يربطوا الملعب بالهوية الوطنية المغربية. هاد التحديثات الكبيرة كتأهل ملعب مولاي الحسن باش يكون ضمن أبرز الملاعب اللي غادي تستقبل كأس إفريقيا 2025، بحيث كيستوعب 22,000 متفرج. والكاف أعلن رسميا أن الملعب غادي يحتضن المباراة النهائية ديال ملحق تصفيات كأس العالم 2026 القاري اللي غادي تلعب في الرباط ما بين 13 و 16 نوفمبر 2025، والنهائي غادي يكون يوم الأحد مع 8 ديال الليل بتوقيت محلي. كل هذا التناسق بين سرعة البناء والدقة في التفاصيل الهندسية والجمالية كيأكد أن ملعب مولاي الحسن ولا فعلا منشأة رياضية مستقبلية بمعايير عالمية. وهنا يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية هذه الجولة الميدانية المفصلة في ملعب الأمير مولاي الحسن، جوهرة جديدة كتضاف للمنشآت الرياضية المغربية ودليل آخر على الرؤية الطموحة للمملكة في مجال الرياضة والبنية التحتية. قولوا لنا في التعليقات شنو أكثر ميزة تقنية أو تصميمية شدت الانتباه ديالكم في هذه التحفة الهندسية. ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوا المحتوى مع أصحابكم باش توصل الصورة الحقيقية ديال التقدم الرياضي في بلادنا. كان معكم أنوار من قناة أنوار ستاد، إلى اللقاء في حلقة جديدة وتقرير ميداني آخر بإذن الله. دمتم بخير. أميمة. السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقاء قناة أنوار ستاد،
القناة اللي كترصد لكم أدق التفاصيل وأحدث المستجدات في المشاريع الرياضية الكبرى في المغرب. من عروس الشمال مدينة طنجة ومن قلب القرية الرياضية جيناكم اليوم بتقرير خاص ومفصل على واحد من أضخم وأروع المشاريع الرياضية في المملكة، الملعب اللي كيعيش تحول تاريخي غير مسبوق، ملعب طنجة الكبير أو كما معروف عالميا باسم ملعب ابن بطوطة. التحول اللي كيشاهدوا هذا الملعب ماشي مجرد أشغال تجديد بسيطة، ولكن عملية إعادة بناء شاملة بكل مقاييس. الهدف منها هو رفع هذا الصرح الرياضي لمستوى عالمي يخول يستقبل أكبر التظاهرات الكروية الدولية بكفاءة وجودة من الطراز العالي. هذه الأشغال الضخمة داخلة في إطار رؤية استراتيجية واضحة من المملكة في ظل استعدادات الجادة لاستضافة كأس إفريقيا 2025، والأهم من ذلك باش المغرب يبرهن على الجاهزية القصوى ديالو للمشاركة في ملف كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. دابا المشروع ديال ملعب طنجة الكبير وصل المراحل النهائية، وغادي نقدموا لكم تحليل مفصل لأهم التطورات اللي كتعرفها الأوراش ديالو. أول نقطة كانت البداية منها هي زيادة الطاقة الاستيعابية ديال الملعب باش توصل للمعايير ديال الفيفا، فتمت إضافة طبقات جديدة من المدرجات خصوصا في الزوايا والمساحات اللي كانت خاوية من قبل، وهكذا ارتفع العدد من تقريبا 45 ألف مقعد إلى أكثر من 65 ألف متفرج، مع توقعات توصل السعة النهائية ل 76 ألف متفرج. باش يتحقق هذا الهدف كانت خاصة تعزيزات هيكلية ضخمة في البنية الخارجية باش تضمن السلامة والثبات ديال هذه الإضافات. التصميم الإنجليزي المغلق، هذه النقطة تعتبر من أبرز التحولات، بحيث تم إلغاء مضمار ألعاب القوى وتعويض المساحات ديالو بمدرجات جديدة قريبة بزاف لأرضيات الملعب، وهذا الشيء خلى الأجواء الجماهيرية تولي أقوى وأقرب للحدث، وكيخلي الجمهور يحس براسو جزء من المباراة. هذا التصميم مفضل عند الفيفا لأنه كيعطي تجربة كروية خالصة ومركزة على كرة القدم فقط. راحة الجماهير والجمالية، المدرجات الداخلية دابا كتعطي منظر أنيق بزاف بألوانها الزرقاء والبيضاء، والممرات بين الصفوف توسعت باش تسهل الحركة وتجنب الاكتضاد خصوصا في حالة طوارئ. هذا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة كيبين الحرص على السلامة وسهولة الولوج. تسقيف الكامل للملعب، السقف ديال ملعب طنجة الكبير هو واحد من أضخم الإنجازات الهندسية في المشروع. الهيكل المعدني العملاق تم تغليفه بمادة PTFE العالية التقنية، نفس المادة اللي كاينة في ملاعب عالمية بحال أليانز أرينا في ميونخ وعش الطائر في بكين. تم بسط وشد أكثر من 46 هكتار فوق الهيكل المعدني للسقف، وهذا الرقم كيعطي فكرة على حجم وضخامة الإنجاز. هذا السقف مميز بخفة الوزن والمتانة الكبيرة ديالو، وقدرته على مقاومة الرياح والأمطار والأشعة فوق البنفسجية، وفوق هذا الشيء كامل كيسمح بمرور الضوء الطبيعي بنسبة 15 إلى 20%، بمعنى إضاءة طبيعية لرقعة الملعب وتوفير الطاقة في النهار. تصريف مياه الأمطار وضمان الصلابة، تم دمج نظام متطور بزاف لصرف مياه الأمطار عبر قنوات معدنية داخلية كتدور في حلقة الضغط باش تضمن صلابة واستمرارية الاستغلال في كل الظروف المناخية. موعد تسليم، الأشغال ديال تغليف السقف غادي تسالي إن شاء الله بعد أسبوعين، ومن بعد غادي تسلم الملعب لشركة سوناجيس باش يحتضن المباريات. كاين تركيز كبير كذلك على جودة أرضية الملعب والعشب الطبيعي اللي كيغطيها بالكامل بلون أخضر حي زاهي، مزود بأحدث أنظمة الري والصرف لتفادي تراكم المياه خصوصا في مدينة طنجة المعروفة بالأمطار ديالها. الألماس النهائية والأشغال الداخلية، الأشغال الداخلية كتشمل تجهيز الجوانب والدهان واللمسات الجمالية للميدان. اللون المستعمل في المضمار كيعطي جمالية استثنائية للمشهد العام. فخامة المرافق الداخلية، تم التركيز على الراحة والفخامة داخل الملعب خصوصا صالة كبار الشخصيات VIP اللي جات بتصميم حديث وعصري. كذلك تم تجهيز غرف تبديل الملابس بأحدث المعدات وغرف العلاج الطبي ومناطق الراحة للاعبين حسب معايير الفيفا. مواقف السيارات والولوجات، الأشغال دابا في المرحلة الأخيرة بخصوص مواقف السيارات داخل القرية الرياضية، والملعب ما غاديش يعاني من أي مشكل في هذا الجانب، بالعكس تم توسيع الطرق المحيطة وإنشاء مواقف شاسعة لتسهيل حركة الجماهير والمركبات. مداخل الملعب، تم تحديد المداخل الرئيسيين W9 و W10 مع بعض التغييرات الهندسية الجديدة، والمداخل دابا ولات واسعة ومسيجة ولافتات واضحة. النظافة واللمسات الخارجية، حاليا
كاين عمل متواصل على تنظيف واجهات ملعب ابن بطوطة وتنقية القماش الخارجي بطائرات الدرون استعدادا للاستحقاقات القادمة. ملعب ابن بطوطة كيتحول بخطى ثابتة إلى أيقونة رياضية جديدة في المغرب، وهذه الأشغال غادي يكون عندها دور كبير في نجاح ملف كأس العالم 2030. ودابا نسولكم يا أصدقاء أنوار ستاد، من بعد هذا التحول الكبير وزيادة السعة وإلغاء المضمار وتركيب السقف المتطور بتقنية PTFE، واش كتظنوا أن ملعب ابن بطوطة هو الأجدر باش يحتضن مباراة الافتتاح أو الختام في كأس إفريقيا 2025؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في قناة أنوار ستاد وتفعيل الجرس باش توصلكم كل التفاصيل الجديدة والحصرية عن مشاريع المغرب المونديالية القادمة.